أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا في الحلقة الماضية مع فضيلة الشيخ حيدر الشموسي حول الشبهات والقضايا التي ترد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، مثل قضية لماذا خرج الإمام الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه سوف يقتل وسوف تسبى النساء وإلى آخره. وبين فضيلة الشيخ كل ما جرى في تلك الشبهات، ونحن نستمر في كافة الحلقات وباقي الحلقات مع فضيلة الشيخ حيدر الشموسي. رحبوا معي بالشيخ حيدر. السلام عليكم شيخنا. السلام الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ سلمكم إن شاء الله بخير. الله يبارك فيكم شيخنا، احنا نكمل إن شاء الله من حيث ما انقطعنا إن شاء الله تعالى في الحلقات أو الحلقة الماضية. شيخنا، الإمام الحسين عليه السلام الله وسلامه شو يريد من يمنه؟ يعني نريد نحكيها بهاي اللغة الدارجة أو اللغة البسيطة. شو يريد الإمام الحسين عليه السلام من يمنه من خلال الأشياء الواجبة وليس المستحبة؟ يعني احنا هاي الأمور أكثر أمور مستحبة جاي نسويها. الواجب علينا ما هو؟ أحسنت. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. إذا دخلنا في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نرى أن الإمام الحسين عليه السلام ذكر أهداف التي من أجلها قام بهذا القيام المبارك والملحمة الحسينية، وهذه النهضة المباركة التي ببركتها بقي الإسلام. الإسلام كما ورد في المقولة: محمدي الوجود حسيني البقاء. فاستمر بقاء الإسلام ببركة قيام الإمام الحسين عليه السلام وثورته ضد الظالمين بني أمية لعنة الله عليهم. الإمام الحسين عليه السلام لما نرجع إلى كلماته صلوات الله وسلامه عليه، ذكر في أحاديث عديدة كثيرة من خلالها نتعرف على مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام أحد أحاديث المعروفة والمتواتر واللي يذكرها العلماء والخطباء من أهل العلم: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. فالإمام الحسين عليه السلام من خلال هذا الحديث شخص وحدد أهداف ثلاثة، عناوين ثلاثة، اللي هي أولا الإصلاح، ثانيا الأمر بالمعروف عن المنكر، والثالث إحياء سيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه من هذا القيام المبارك. نعم، هناك أمور أخرى هذه لها صلة أيضا بقضية الإمام الحسين عليه السلام وإحياء قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني نستطيع ولو تسامحا أنه لما نأتي إلى قضية الإمام الحسين سلام الله عليه هناك أمور ما نقول أولويات كما ذكرت، ولو تسامحا نقول أنها واجبات. نعم. وأمور أخرى لها مساس بقضية الإمام الحسين عليه السلام، لكنه على مستوى نقول هكذا مستحبات، هاي تسامحا نحكي نتكلم هكذا. شلون باب مثال الآن عندنا في أمور واجبة كالصلاة مثلا، صلاة اليومية ظهر عصر المغرب عشاء الفجر، وعندنا أيضا صلوات مستحبة كالنوافل اليومية مثلا، صلاة أول شهر آخر شهر بداية السنة إلى آخره، صلوات بالمئات الصلوات إنها مستحبة. لا شك لا ريب أنه الإنسان المؤمن والمؤمنة يعرف أنه أولا أساسا لابد العمل بالواجب، ثم بعد إقامة الواجب وبصورة صحيحة والقيام بالواجب، بعد الإنسان ينتقل مرحلة أخرى إلى أنه يقيم الأمور المستحبة اللي هي أيضا رغب عليها الشارع المقدس. لما يقول مستحبة يعني الشارع المقدس رغب على هذه الأمور، لأن فيها أيضا أجر وثواب للإنسان إذا أتى بها. الإمام الحسين عليه السلام لما ندخل إلى قضية الإمام سلام الله عليه وشعائر الحسينية وأهداف الإمام ما يتعلق بقضية الإمام، أيضا نجد أن هناك أمور أساسية مهمة
لابد من المؤمن او المؤمنه يسعى لتحقيقها. يعني هذه الامور اللي ذكرتها ثلاثه اهداف يا حسين، ثلاثه مهمه جدا، انه الاصلاح، الامر معروف والنهي عن المنكر، واحياء سنه رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد عندنا امور اخرى الامام قام بها، هذه ايضا من الامور الاساسيه المهمه، الواجبات. من باب المثال اذكر كمثال، يعني الامام حسين عليه السلام اقام الصلاه يوم عاشوراء، لما جاء احد الاصحاب اليوم العاشر بدأ القتال، وقتل من قتل من اصحاب الامام الحسين عليه السلام، بقي ثله منهم احد اصحاب الامام الحسين و يسمى ابو ثمامه الصائدي، جاء الى الامام الحسين عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، ارى ان القوم قد احتوشوك واحاطوا بك من كل جانب، ولا والله حتى اقتل دونك، ولكني احب ان اصلي هذه صلاه اخر صلاه معك ابن رسول الله التي دنا وقتها. فالامام الحسين عليه السلام قال: ذكرت الصلاه جعلك الله من المصلين الذاكرين. ثم قال عليه السلام: سلوهم ان يكفوا عنا حتى نصلي هذه الصلاه. الامام سلام الله عليه واقام الامام الصلاه، واقامها جماعه، صلى باصحابه. فهذا ايضا في دلاله على انه اقام الصلاه من الامور الواجبه المهمه. الامور ذكرت الان الاخرى المتعلقه بقضيه الامام حسين عليه السلام، مثلا من نشر السواد، اللافتات، الاعلام، البيارق، الطعام، هذه امور مستحبه. هذه امور تاتي ثانويه مستحبه، ولا الامور المهمه الاساسيه التي لابد ان نعمل ونشتغل عليها هذه التي ذكرتها. مثلا شيخنا هم اكو مثلا مستحبات امور مثلا عقائديه يعني ما ذكرت بكتب الفقه، واكو امور مثلا مستحبات فقهيه، يعني اكو هيك شيء لو هو المستحب مستحب على اي حال، مثل الامور والشعائر الحسينيه مثلا، يعني اكو بها مستحبه كمان هو. نعم، يعني استحباب عقائدي لو فقهي لو نفس الشيء هو هذا الاستحباب. الاستحباب يعني ترى احنا انه ننظر اليه من جانب فقهي كحكم تكليفي، احكام التكليفيه الخمسه، فاستحباب اي انه ورد دليل من شرع مقدس على اقامه هذا. طبعا هذا لما ورد دليل من شرع مقدس على اقامه هذا الامر، يعني مثلا البكاء على الامام الحسين عليه السلام عندنا فيه انه مستحب المأتم والمجلس، ياتينا جانب هذا الفقهي الحلال والحرام. الجانب العقائدي نعتقد نؤمن انه النبي صلى الله عليه بكى على الامام الحسين عليه السلام، وعندنا ادله وذكرت يعني في المصادر الشيعه والسنه. بعد النبي صلى الله عليه امير المؤمنين عليه السلام، الامام علي عليه السلام، السيده زهراء سلام الله عليها، الامام الحسن السبط سلام الله عليه، الامام الحسين ذكر قضيته في امور كثيره، في مواقف كثيره. بعد ذلك 9 المعصومين من ذريه الحسين عليه السلام، لما نرجع للروايات والاحاديث انهم بانفسهم سلام الله عليهم اقاموا العزاء على جدهم الحسين عليه السلام. عندنا روايات عن الصالح عليه السلام، عن الرضا عليه السلام، كل ائمتنا سلام الله عليهم اقاموا العزاء ويدعون الرثاة ويرثون الامام ويبكي الامام. فنعتقد انه هذا الامر فيه طاعه لله سبحانه وتعالى، فيه رضا لله جل وعلا، لان قام به المعصوم سلام الله عليه. شيخنا من ناحيه الوجوب، احنا هسه سؤالنا دخل في ناحيه الوجوب. نحن نعلم ان الدين قسمان، اصول وفروع. نعم. يعني الامام الحسين عليه السلام اذا مثلا كان يخصص الشيء مثلا الواجب علينا، فاكيد انه كان يقصد جميع الواجبات في اصول الدين وفروع الدين. نعم. يعني هل هو هذا مثلا الاجابه المختصره؟ يعني مثلا الواجب اللي يريد الامام الحسين جميع ما موجود في اصول الدين وفروع الدين. نعم. يعني هل هو هذا الواجب؟ لا نعم. لا شك ان الامام صلوات الله وسلامه عليه كان يسعى الى انه تحقيق واقامه الدين بهذه الصوره تفضلتم بها، من جانب عقائدي ومن جانب شرعي، يعني شريعه الدين عقيده وشريعه، وشريعه الاقسام عبادات ومعاملات وايقاعات واخلاق الى غيرها. والعقيده هذه رؤوس مثل ما تفضلتم اصول الدين، هذا اساسيه. فالامام لا شك لا ريب انه كان يدعو الى اقامه هذه الامور باجمعها. احسنتم شيخنا. زين شيخنا، الشباب والشابات، الناس المبتعده عن الدين خلينا نقول، او المبتعده عن الواجبات، مثلا هو تلقاه مثلا مؤمن يعني موحد، يعني يؤمن ب 12 امام، ولكن هو مبتعد عن الواجبات، واجبات الدين اذا كانت اصول او فروع.
زين هذا هل معناه هذا احنا لازم نبعده من القضيه الحسينيه وقضيه الامام الحسين لانه مبتعد عن الواجبات ومبتعد عن مطالب الامام الحسين؟ لو هذا نجيبه نجره نحو الامام الحسين ونحو القضيه الحسينيه حتى مثلا نعرفه بالدين. احسنتم. بعض الناس انه فكره خاطئه او غير صحيحه، قناعه يعني نعبر عنها انه غير مبنيه على اساس منطق القران ومنطق رسول الله واهل البيت عليهم السلام، يعني منطق العتره. فيرى انه في بعض الامور اذا فعل بعض الامور يكفي، حتى لو كان عنده تقصير مثل ما تفضلتم مثلا في العباده او في امور اخرى، يعني في بر الوالدين مثلا، نستجير بالله مثلا عند عقوق كذا، ويقول يكفي انه انا اقامتي لهذا المجلس او حضوري بهذا المجلس او البكاء على الامام حسين السلام هذا كافي ويدخلون الجنه. هذا المفهوم غير صحيح وهذه القناعه غير صحيحه. هذا بخلاف ما يبدو اهل البيت عليهم السلام. الامام صلوات الله وسلامه عليه وكل ائمتنا عليهم السلام يريدون تطبيق الدين، الالتزام بطاعه الله سبحانه وتعالى وترك المحرمات التي هي التقوى. فلا بد ان الانسان المؤمن والمؤمنه لابد ان يعمل بما يريده الامام صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو مراد الله جل وعلا بالنتيجه، لان الامام باعتبار انه هادي للناس. فهنا الامام لما انه يعلم الناس ويرشد الناس لا يريد فقط انه المعرفه في الامام نفسه تكفي، لابد من العمل. وعندنا وهذا ادله مرجعنا في نصوص قرانيه وعندنا روايات واحاديث كثيره جدا عن ائمتنا عليهم السلام ان الميزان هو العمل. لا يكفي فقط انه هذا الكلام او المحبه هذه السطحيه، يعني تسامح نعبر عنها مثل الامام انه تكفي، هذا لا يكفي، هذه المعرفه وهذه المحبه، لابد من انه العمل، لازم اعمل. فما يريده الامام صلوات الله وسلامه عليه لابد ان اشتغل عليه واعمل هذا تحقيق هذا الامر، مثل ما ذكرت الان بمثال انه قال انا خارج لطلب الاصلاح، امر معروف لا منكر، سيره رسول الله صلى الله عليه. هذه لابد الامور الثلاثه انه نحييها. الصلاه نحييها، احنا في الزياره لما نزور الامام سلام الله عليه اول ما نتكلم بعد ما السلام على الامام سلام الله عليه ونكرر هذا السلام عده مرات، ثم بعد ذلك اقول اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف. فهنا لما اتكلم مع الامام او خاطبه اشهد انك قد اقمت الصلاه لابد ان اقيم الصلاه، امرت بالمعروف لازم انا امر بالمعروف، نهيت عن المنكر وهكذا. احسن الله اعمالكم. زين شيخنا احنا شن نقول مثلا للمبتعدين عن الدين، يعني نقربهم للحسين للمجالس الحسينيه ام نبعدهم من المجالس الحسينيه كأن يكون عندنا مجلس هنا في هذه الحسينيه واتت جماعه لا يصلون لا كذا، فاحنا مثلا شنو اللي نسويه تكليفنا يعني اتجاههم؟ احنا هذا لابد انه ارشادهم ونصحهم وتوعيتهم، لانه كما بينت هم فاهمين في شيء صوره غير صحيحه، يعني يتصورون انه يعني قضيه انه الحضور بالمجلس واللطم وهذا هالمقدار هذه الشعائر انه تفي، ومع عندهم تقصير او خل كما بينت مثلا في العباده، الجانب الاخلاقي مثل ما بينت كمثال مع الوالدين وكذا، هذا غير صحيح. فهذول مثل هؤلاء احنا نستوعبهم ونفهم، نبين لهم ان طريق الامام حسين عليه السلام هذا، ومنهج الامام هذا صلوات الله وسلامه عليه، وسيره الامام هذه. والامام قدم هذه التضحيات العظيمه التي حقيقه يعجز اللسان عن بيانها. يعني الانسان هذا اللي قدم هذا الطفل الرضيع، زين عبد الله الرضيع الامام حسين عليه السلام، وضحى به. لعل الانسان سأل يقول طفل رضيع الامام ليش خرج به؟ قال لو عرف تركه بالخيام وهو يقتل سلام الله عليه والامور تفض، واقل هذا ينجو بعد خليهم يحطون ماء يشرب الماء ينجو. لكن في كل افعاله وحركاته حكمه صلوات الله وسلامه عليه. فمن كل هذه الامور لما انه نشوف الامام حسين ضحى بكل هذه الامور، اذا قطعا الاهداف ساميه. كل ما ترتفع درجه التضحيه وتقديم الغالي والنفيس، يعني انه هذا يدل على ان الاهداف ساميه تستحق هذه التضحيات. لو لم تكن اهداف ساميه وعاليه لما ضحى الامام بهذه التضحيه العظيمه. فعليه اذا احنا لما نذكر هؤلاء ان الامام ضحى وقدم من اجل هذه الامور، فلما يدركوا حقيقه يستوعبوا هذه الامور انه يقول اذا كنا لعله احنا تصرفنا غير صحيح، كان عندنا اهمال مثلا في العباده او كان عندنا منطق غير صحيح مثلا
منطق مثلا العنصريه او العصبيه، كان لا لو عندنا مثلا فيها التعامل او الكلام، لان الامام هاي المدرسه كربلاء مدرسه عظيمه، ف فيها كل الكمالات كما ذكرنا سابقا في الحلقه السابقه، فيستطيع الانسان ان يستفاد منها وعلى اساسها يكون سيرته وسلوكه وحياته على اساس الامام الحسين سلام الله عليه ومراده. شيخنا قبل لا نطلع الفاصل، من خلال حضرتكم اريد يعني توجهون رساله للشباب. نعم. وما يجب عليهم من فعل. رساله للشباب عامه وبخصوص الامور الحسينيه وغير الامور الحسينيه، امور تخص الدين. ورسالتي للشباب حقيقه المؤمنين انه يرفعوا من المستوى الثقافي عندهم، وهذا يكون عن طريق القرآن وعن طريق العترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح قال إني تارك مخلف فيكم مثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فيقرأوا القرآن ويتأملوا في القرآن، هذا جانب. الثاني أنه يتأملوا في سيرة الأئمة عليهم السلام، وينظروا حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في سيرتهم، في أفعالهم، في كلامهم، في وصاياهم، في عباداتهم، في كل هاي الامور الجوانب. الامام مدرسه عظيمه حقيقه، وهذا من خلال قراءه الكتب والمصادر. ما شاء الله الحمد لله الان في كل مساجد الحسينيات سيره الائمه عليهم السلام موجوده، وبامكان كل انسان مؤمن انه يقرا ولو شيء يسير. الان احنا في شهر محرم قضيه الامام الحسين عليه السلام، نقرا عن الامام الحسين سلام الله عليه، عن حركه الامام سلام، دور الامام، مواعظ الامام، وصايا الامام. هذه لما نقراها احنا نتامل بها نتدبر بها، فراح ناخذ دروس كما ذكرت عظيمه، وعلى هذا الاساس احنا تكون حياتنا وسيرتنا. فاوصي الشباب انه يقرؤون القران ويتاملون في قضيه الامام الحسين عليه السلام، خصوصا الان احنا في شهر محرم وشهر صفر، وينظرون مراد الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، خصوصا هذه المدرسه يوم العاشر، هذا يوم العاشر 10 محرم زين سنه 60 الهجره او 61 الهجره، الانسان مؤمن هذا يوم العاشر الامام حسين صلوات الله وسلامه عليه من الصباح الى استشهاده صلوات الله وسلامه. هذا اليوم بالخصوص الامام شلون كيف كان يتعامل مع اصحابه، مع اهل بيته، مع الاعداء، شلون الامام كان كلامه، اقواله، خطبه، حديثه، عبادته، هذه كلها لازم نطلع عليها نعرف. فمن خلال هذا راح نفهم سيره الامام سلام الله عليه. فانا ادعو الشباب المؤمن المؤمنات كذلك انه يطلعوا على سيره الامام سلام الله عليه حتى يعرفوا، وعلى اساسها يكون العمل. احسنتم شيخ. الله يسلمك. اعزائنا المشاهدين، نخرج فاصل ونعود اليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، ونسترسل مع فضيلة الشيخ حيدر الشموسي في بعض الأمور التي تثار من الشبهات. شيخنا احنا ذيك الحلقة اللي فاتت أثرنا موضوع وهي شبهة، وعالجنا هذا الموضوع وتكلمنا عنه. هناك شبهة أخرى شيخنا أيضا تثار حول الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام لم يخرج على معاوية عليه اللعنة، وقام بالصلح مع معاوية. ونجد أن الإمام الحسين عليه السلام لن يبادر بمثل هذه المبادرة، القيام ضد معاوية. نعم. والثورة ضد. فإذا أريد نقيس الموضوع ويا يزيد عليه اللعنة أيضا لن يرضى بالصلح، وقال مثلي لا يبايع مثله. نعم. فما هو ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ الله يسلمك. تاريخيا ثبت انه بعد شهاده الامام علي صلوات الله وسلامه عليه امير المؤمنين، الامام الحسن عليه السلام، الامام علي عليه السلام يعني قبل مقتله كان هيئ الجيش للرد على معاويه لعنه الله على معاويه، وانهاء امره، لان معاويه متمرد على خليفه المسلمين، والخليفه الامام علي امير المؤمنين سلام الله عليه، لان المسلمون بايعوا الامام علي عليه السلام، ومعاويه تمرد على ذلك. على كل حال فبقي متمردا، وقتل الامام علي عليه السلام، وكان هيئ جيش في معسكر نخيله
لكي يرجع لقتال معاوية، لقتال أهل الشام. لكن الأحداث جرت وهناك تخاذل من جيش الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مما أنه اضطر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أنه الصلح مع معاوية، والصلح تضمن شروط وبنود أو اتفاقيات شئت تعبر. فمن ضمن هذه الاتفاقيات أنه ومن ضمن هذه البنود أن الحكم يكون إن توفي معاوية يكون الحكم للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وإن توفي الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فالحكم من بعد وفاة معاوية للإمام الحسين سلام الله عليه. كان هذا من بنود الاتفاق، من بنود الصلح. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه استشهد سنة 50 للهجرة. فبعد استشهاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين عليه السلام بقي على هذا الاتفاق وهذا الصلح الذي أبرمه مع معاوية، ولم يقاتل ولم ينقض هذا الإمام هذا الاتفاق. فبقي الإمام الحسين سلام الله عليه على هذا الاتفاق وعلى هذا الشرط الذي اتفق فيه الإمام الحسن أبو الإمام الحسن السبط سلام الله عليه مع معاوية رحمة الله على معاوية. فبقي الإمام الحسين ملتزما. بعد رحيل معاوية إلى جهنم بئس المصير في شهر رجب سنة 60 للهجرة، معاوية ابتدع شيء بدعة في الإسلام وهي ولاية العهد. يعني هذا لم يتفق عليه المسلمون. يعني إذا جئنا الخليفة الأول مثلا قالوا أنه بالبيعة، المسلمين بايعوا. الخليفة الثاني أنه كذا، الخليفة الأول نص عليه على عمر. إلى الخليفة الثالث يقولون شورى بين 6، وهذا ثابت ومعروف تاريخيا. فمعاوية ابتدع شيء بعيد تماما عن هذه الأمور، وهي أنه هذا البدعة التي ابتدعها معاوية هي ولاية العهد، أي أن الحكم يكون وراثيا. تعبيرنا اليوم المصطلح اليوم الملوكية، مات هذا يجي ابن الملك وهكذا ويرث الآخر، فملوكية. على كل حال فابتدع هاي ولاية العهد وقال ولي عهدي ابن يزيد لعنة الله عليه. فبعد موت معاوية الإمام الحسين كان من حقه، لأن هناك اتفاق أن الحكم يكون للإمام الحسين عليه السلام بعد وفاة معاوية، ومعاوية توفى إلى جهنم بئس المصير. فالإمام الحسين سلام الله عليه بقي على هذا الاتفاق زي معاوية، لكن بعد رحيل معاوية إلى جهنم بئس المصير الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم كان من حقه أنه الحكم على أساس أنه هذا الاتفاق اللي جرى بين الإمام الحسن أخي سلام الله عليه مع معاوية رحمة الله على معاوية، والإمام الحسين سلام الله عليه بين أنه مشروع وذكر ذلك، فكان من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن الحكم يكون على هذا الأساس. ولذلك لم يأخذ الإمام الحسين في زمن معاوية بناء على هذا الاتفاق اللي كان بين الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وبين معاوية رحمة الله. يعني المسألة مسألة اتفاق نعم، ومعاهدة ومواثيق على هذا الأساس. أحسنتم شيخنا، جزاكم الله خيرا. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ حيدر الشموسي. إلى اللقاء.